ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني بجد جدا جدا جدا. بقالي كتير جدا ما اتكلمناش مع بعض وما عملناش وصفات حلوة مع بعض. اعذروني الايام اللي فاتت، كان عندي بقى لخبطة عزال وحاجات كتيرة ونقل شقة كده يعني. ادعوا لنا بقى. انا عملت وصفة كده بسيطة وقلت اجي اشاركها معاكم. حبايبي لازم يرجعوا تاني يشاركوا معايا، وطبعا ما تنسوش بقى تشجعوني. انا هنا عملت فطيرة الجلاش. فطيرة سهلة جدا جدا، ومش هنحتاج فيها اي بقى عجن ولا الكلام ده كله. الفطيرة دي حلوة قوي، موفرة جدا، ما فيهاش سمنة كتير زي ما بنعمل الجلاش بالطريقة التقليدية. عايزة تسميها فطيرة سميها، عايزة تسميها صينية جلاش سميها. بس عايزه اقولك هتندمي بجد انك مجربتيش الطريقه دي قبل كده. الطريقه دي حلوه قوي وسهله وبسيطه بطريقه جميله جدا، والمكونات كلها عندنا في البيت. وطبعا انا مش عايزه اقول لكم على طعمها، حاجه تانية بجد خرافه. بصوا طالعه ازاي جميله، شايفين؟ قطعيها بقى قبل بعد براحتك، انا عشان عاملاها فطيره ما رضيتش اقطعها قبل. بصوا شايفين الجمال بتاعها؟ مش هتفكري تجيبي تاني فطير من بره. طبعا ما تنسيش بقى تعملي لايك واشتراك وتعليق حلو منك كده بقى عشان تشجعيني وتقولي ايه رأيك فيها. شايفة الجمال؟ شايفة الطعمة؟ الله الله بجد. تعالوا بقى هعرفكم على الطريقة بالظبط وازاي عملتها بالشكل ده. ويلا بسرعة روحي جيبي بقى ورقة جلاش وتعالي اقولك، ولو كمان ورقة الجلاش بتاعتك مقطعة تنفعك جدا. بصي كل اللي عملته زي ما انتوا شايفين كده، جبت ورقة الجلاش وقطعتها. هتقطعيها زي ما هي، خديها زي ما هي كده وقطعيها وفرفطيها من بعض، تطلعيها كده نعكشيها يا ستي زي ما انت شايفة كده، زي ما انا بعملها في اي بولة كده. نعكشيها واعمليها كل الكمية بالطريقة دي. وجيبي حتة الصينية بتاعتنا او البولة بتاعتنا اللي هنحط فيها. تمام. هنجيب الصينية بتاعتنا بقى ونبدأ نرص اللي احنا عملناه. كنت دهنة طبعا حتة سمنة في الصينية وهبدأ بقى احطها. وهنا بقى جبت بقى ايه اللحمه المفرومه بتاعتي اللي معصجاها حلو، وحطلها بقى ايه انا فلفلايه حمراء، وكنت حطلها حبه زيتون كده بس ما كانوش ظاهرين. واهم حاجه بصي يعني حطي الحشو كده ورصيه بطريقتك انت حره. وزي ما انتم شايفين كده انا رصيت كله فوق، نصها من تحت ونصها من فوق. وطريقه بصوا سهله جدا، ما هتاخدش في ايدنا دقيقه. يعني بجد هتندمي انك ما عملتيش الفطير ده قبل كده. وزي ما انتم شايفين كل اللي جبته بضايه ماشي، ومعلقه سمنه، معلقه سمنه، وحطيت معلقتين زبادي ودي اختياري طبعا، وهحط كوبايه لبن ماشي عشان ده السائل اللي هنغطي بيه الوش بتاع الجلاش. وبس كده. وحط الملح بتاعك والفلفل، لو بتحبي توابل تانية حطيها براحتك، وكوبايه لبن. وخلاص على كده وقلبيهم كويس جدا. اهم حاجه انا مش عايزه السمنه تبان في الخليط ده، فتقلبيه كويس جدا لغايه ما تلاقي كله اتجانس مع بعض. وابدأي يا ستي رشتي بقى وغرقيها كده بيها، وبعد كده امسكي الصينيه وقلبيها زي ما انا بقلبها. ويا سلام بقى، وبايدك كده اضغطي عشان كله يدخل، السائل كله يدخل في كل حته. وبعد كده طبعا هكون مشغله الفرنه بتاعتي على 180 على 200 الاول، وبعد كده بعد ما ادخلها بخليها على 200. وطبعا ايه لو عندك من فوق وتحت شغلي من فوق وتحت، عندك من تحت بس او من فوق بس شغلي الاول من تحت شويه، وبعد كده اول ما تلاقيها من الجوانب بدات تتحمر شغلي من فوق. ولو عايزه تزودي جبنه موتزاريلا زودي طبعا. كل الامكانيات اللي انت حباها حطيها في الفطيره دي. الفطيره دي زي ما انت شايفه كده بصي طالعه حاجه تانية، طالعه بجد. كلمه حاجه تانية دي قليله، طعمها حكايه بجد. وفرت علينا كتير جدا في حكايه الجلاش اللي كنا بنعمله، وكل رق ورق نحط سمنه والكلام ده كله. لا بصوا يا سلام، شايفين نازله ازاي؟ ولا لزقت ولا غيره. وهتطلعيها عيالك هيدمنوها ومش هيفكروا تاني في الجلاش. الطريقه دي حلوه قوي وفطيره سهله جدا. لو انت بقى بتحبي الفطاير هتقومي كل شويه تعمليها، بدل ما تروحي تجيبيها بالشيء الفلاني من عند الراجل، لا يا ستي اعمليها ووفري شويه. وزي ما انت شايفه كده بصوا تحفه بجد. هسيبكم بقى معاها وتشوفوا بقى بقيتها شكلها عامل ازاي في التقديم. بجد بصوا تحفه تحفه. وما خدتش بالظبط صدقوني اكتر من نص ساعه. حلو قوي، خدت جوه الفرن حدود تلت ساعه، وتحضيرها 10 دقايق، يعني حدود كله على بعضه نص ساعه.
طبعا ما تنسيش بقى ان انت لو وصلت لغايه دلوقتي معايا تعملي لي لايك وتشتركي في القناه وتسيبي لي تعليق حلو منك عشان تشجعيني واجيب لك وصفات تانية تكون سهله وبسيطه ونسهل على نفسنا. ولو عندك اي وصفه وحابه ان احنا نجربها مع بعض يا ريت تقولي لي عليها واحنا نعملها مع بعض. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوه؟ بجد مش عايزه اقول لكم تحفه تحفه بجد.